يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في حاجات في الكوكب ده ما بينفعش تتشرح، لازم تتشاف. حاجات لو سمعت عنها هتقول دي خيال، بس الحقيقة إن الواقع أغرب بكتير. زي الكائن اللي شايل سلاحه معاه في كل مكان، أو السرعة اللي بتتحرك بيها الإيد دي عشان تكسب أصعب لعبة ممكن تقابلها. ومش بس كده، ده في طقوس وراها حكايات غريبة لناس بتزحف تحت الشمس، ووشوش مرسومة بتخبي وراها تمثيلية محبوكة عشان الفلوس. ركز في كل تفصيلة، عشان اللي هتشوفه دلوقتي هيغير فكرتك عن حاجات كتير. ويلا بينا. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب سمكة ممكن تقابلها في حياتك. السمكة دي بيسموها سمكة أبو منشار. أيوة يا سيدي، هي فعلا عندها منشار زي ما انت شايف، وبتقدر تقطع بيه أي حاجة بكل بساطة، وده بيساعدها جدا في الصيد. لكن السر الحقيقي والغامض إن المنشار ده مش بس للتقطيع، ده فيه مجسات حساسة بتقدر تحس بضربات قلب الفريسة وهي مستخبية تحت الرمل. وتخيل إن الوحش ده طوله ممكن يوصل ل7 متر ووزنه بيعدي 2000 كيلو، يعني إحنا قدام سلاح حي ماشية في المية. سيبك من قوة السمك وتعالى شوف المهارة اللي بتكسر قوانين السرعة. تعال أوريك أغرب الألعاب اللي ممكن تلعبها أنت وأصحابك. اللعبة دي منتشرة جدا في العالم وكلنا عارفينها، وهي البلياردو. بس في الهند وباكستان الموضوع مختلف تماما. هي شبه البلياردو، بس بيلعبوها من غير كور ولا عصاية. واللعبة دي اسمها الأصلي الكاروم، وبتعتبر هي اللعبة الشعبية الأولى في بيوت جنوب آسيا، لدرجة إنهم بيعملوا ليها بطولات عالم رسمية، وقوانينها صارمة جدا زي المحترفين. شكلها ممتع فعلا، بس محتاجة تركيز عالي. سيبك من الألعاب دلوقتي وانزل معايا لشوارع الهند عشان تشوف أغرب زحف بشري ووراه سر غريب. تعال أوريك أغرب طقوس الهند، وأول ما تشوفها هتقول دول اتجننوا. الناس بتنام وتتدحرج على الأرض زي ما انت شايف، وده طقس هندوسي غريب. معتقدهم إن اللي نفسه في حاجة تتحقق لازم يفضل يتدحرج على الأسفلت لحد ما يوصل للمعبد مهما كانت المسافة. الطقس ده اسمه أورولو سيفي، والمفاجأة إن في ناس بتفضل تتدحرج كده لمسافات بتعدي 10 كيلومتر تحت الشمس لمجرد إنهم يوفوا بوعدهم. سيبك من الطقوس وتعالى شوف البيزنس اللي معمول من ورا الوشوش. من أكتر الحاجات المنتشرة في الهند هي التسول، وعلشان كده الناس بتعمل حاجات غريبة فوق ما تتخيل. بيدهنوا أجسامهم وبيرسموا وشوشهم وكأنهم كهنة، وطبعا كل ده علشان يلموا فلوس وببلاش كمان. والأغرب إن الناس هناك بتصدقها وتديهم فلوس. والغريب بقى إن في الحقيقة أغلبهم نصابين وبيكسبوا مبالغ كبيرة، لدرجة إن في متسولين في الهند بقوا مليونيرات وعندهم عمارات وحسابات في البنوك، وكل ده بشوية ألوان رسموها على وشوشهم. سيبك بقى من دوشة الهند وتعال أوريك فكرة رايقة تعملها لولادك في البيت ببلاش. فكرة بسيطة هتفرح بيها ولادك لو عندك مكان فاضي، لا هتروح ملاهي ولا هتدفع فلوس. كل اللي عليك إنك هتجيب قطع خشب وحبال وتعمل نفس الفكرة دي، بتشتغل من غير كهرباء ولا أي تعقيد، وكأنك في أحسن ملاهي في العالم. والسر في المرجوحة دي إنها بتعتمد على قانون الطرد المركزي، يعني حركة جسم الشخص اللي راكب هي اللي بتولد القوة اللي بتخليها تلف بالسرعة دي من غير أي موتور. ولو فاكر إن دي قمة الابتكار، يبقى أنت لسه ما شفتش أغرب حاجة معانا النهاردة. هتشوف المشهد ده ومش هتصدق عينك. اللي قدامك دول تجار اللبن في الهند، والغريب يا سيدي إنهم قبل ما يشتروا اللبن لازم يختبروه. والأغرب إنهم مش بيستخدموا أجهزة متطورة، ده الاختبار بإيديهم. أيوة، بيدخل إيده جوه اللبن ويشوفه، ولو طلع نضيف بياخده ويشتريه، وبعد كده بيتباع عادي، ومش عارف الصراحة بيشربوه إزاي. والزتونة إن الحركة دي هدفها قياس كثافة اللبن، لأنهم بيعتقدوا إن اللبن الأصلي لازم يلزق على الإيد ويسيب طبقة دسمة، ولو نزل بسرعة يبقى مغشوش ومخلوط بمية. احنا كده خلصنا لفة النهاردة في عالم الغرائب. بس السؤال هنا ليك انت، بعد ما شفت مليونيرات التسول ولعبة دحرجة البشر واختبار اللبن بالإيد، هل لسه شايف إن في بلد في العالم ممكن تنافس الهند في كمية العجايب دي؟ أنا شخصياً بقيت مقتنع إننا مهما شفنا لسه مخبيالنا بلاوي تانية كتير. لو وصلت لحد هنا فأنا بجد بحييك إن قلبك جامد وما كملتش الفيديو وإنت مغمض عينك. اكتب لي في التعليقات إيه أكتر لقطة خلتك تقول يا نهار أبيض. ولو عجبتك الرحلة دي دوس اللايك المتين واشترك في القناة، عشان لسه هنلف العالم ونشوف حاجات أغرب من كده بكتير. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.